اليوم جبت لكم واحد الخبار اللي بزاف منكم غيعجبهم، وانا متاكد هاد الخبار زوين 100%. المغرب غادي يبني اكبر مصنع ديال المحركات ديال الطيارات في افريقيا. سمعتوني مزيان. المشروع غادي يبدل بزاف في المستقبل ديال البلاد. الشركه اللي فرنسيه سافران قررت تستثمر في المغرب وغتبني مصنع كبير في كازا، وغادي يخدموا فيه الالاف ديال المغاربه وبزاف ديال العمال اللي جالسين بلا خدمه حاليا. هذا المشروع ماشي غير فلوس وشغل، لكن غادي يجيب تكنولوجيا اللي مطوره للمغرب. غادي يخلينا هذا المشروع من الدول القليله في العالم، تخيل معايا، اللي كتصايب المحركات للطيارات. من هذا الشيء كامل شنو واقع بالضبط؟ المغرب وقعوا واحد الاتفاق اللي كبير بزاف مع فرنسا. الشركه اللي صنع معها المغرب معروفه اللي سميتها سافران جروب، وماشي غير معروفه فقط، الشركه عالميه وهي من اكبر الشركات في العالم اللي كتصنع المحركات للطائرات، وخصوصا الطائرات المدنيه بحال الايرباص وحتى بوينغ. هاد الشركه عندها مصانع في فرنسا والصين وحتى امريكا، ودابا قررت ديرو في المغرب. تخيل معايا، اكبر مصنع ديال تجميع محركات للطائرات في افريقيا كامله. والغريب في الامر في هادشي كامل، هذا المشروع غادي يدار بالضبط في منطقه صناعيه في كازا، واللي هي ميد بارك، وهي المنطقه اللي مخصصه في هادشي ديال صناعه الطيران. منين كاينين شركات بحال بوينغ والايرباص اللي خدامين معاها، بحال الرونو وشي شركات اخرين. يعني من هادشي كامل بلادنا ولات داخله في المجال الصناعي متقدم بزاف، خلق فرص شغل كبيره. مشروع غادي يوفر آلاف المناصب للشغل مباشره وغير مباشره، خصوصا الدراري اللي عندهم تكوين تقني او مهني. الجامعات والمراكز التقنيه المغرب غتولي تدرب الشباب باش يخدموا في هذا النوع ديال المصانع المتطوره. النقل التكنولوجيا، المغرب ماشي غير غادي يجمع المحركات، ولكن غادي يتعلم كيفاش يصايب قطع، وهنا كيولي الربح اللي حقيقي. نقل الخبره والمعرفه الصناعيه من اوروبا للمغرب، وغترفع مكانه ديال المغرب بفضل الاستقرار والموقع الجغرافي والبنيه التحتيه، بحال الميناء ديال طنجه المتوسط والطريق السيار. سيدي، بزاف ديال الشركات عالميه ولاو كيشوفوا المغرب كباب لافريقيا واوروبا. شنو غادي يدير هذا المصنع كاع بالضبط؟ غادي يتخصص في تجميع المحركات ديال الطائرات التجاريه. كاين احتمال كبير يكون كيتعامل مع المحركات الخطوه اللي كتستعملها الطائرات بحال ايرباص A320 وبوينغ ماكس 737، وغادي يتم تصنيع بعض قطع معدنيه وفنيه داخل المغرب باش ما يبقاش كلشي مستورد من فرنسا. الجانب الاقتصادي، هذا المشروع غادي يجيب استثمارات بالملايين والدولارات. سيدي كما سمعتي، غادي يساهم في رفع اصدارات مغربيه في مجال الطيران، والمغرب اصلا دابا من اكبر مصدرين ديال قطع الطائرات في افريقيا. وهذا المشروع غادي يقوي هذا المركز بزاف، والعالم كامل كيدار عليه. المواقع عالميه بحال بيزنس انسيدر افريكا وريترز افريكا وحتى اير انسايت كيهضروا على هذه الصفقه، وكيقولوا بلي المغرب كيتحول بتدريج القوه الصناعيه في القاره، خصوصا في المجالات التقنيه عاليه. المستقبل شنو كيبان؟ هذه الخطوة تقدر تفتح الباب لمشاريع أخرى في مجالات متقاربة، صناعة الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة، وأيضا تطوير بحث علمي للصناعي في المغرب. وكاينين بزاف ديال الدول الإفريقية ولاو باغيين يقلدوا التجربة المغربية في هذا النوع ديال الشركات. واش كتشوفوا أن المغرب يقدر يدخل بقوة في صناعة الطيران؟ وشنو الرأي ديالكم في هذه الخطوة؟ نزلوا دابا كتبوا لي في التعليقات، وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم ولا صحاباتكم باش توصل المعلومة كل مغربي ويفتخر بها. المهم وصل للفاه، ما تنساش دير واحد لايك سبسكرايب ونزل في التعليقات كتب لنا الرأي ديالكم اش نديرو في المحتوى الجاي. خليت لكم الراحة، بيس.